السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم المطبخ البلدي مع ام احمد. النهارده ان شاء الله تعالى اقول لكم بقى هنعمل الفراخ المشوية دي ازاي، وهنعمل الرز المبهر. طبعا لو جالك ضيوف ممكن بفرخة واحدة بجد بجد تعملي وليمة وتعملي بقى ايه. هتشرفك ان شاء الله. انا هقولك هتعمليها ازاي. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ بقى الوصفة بتاعتنا. انا الفرخة بتاعتي مسكتها غسلتها كويس، وزي ما انتوا شايفين كده انا مقطعاها، يعني الفرخة مقطعاها على 8. ازاي؟ تعالى هقولك. اول حاجة بس هنعمل الخلطة بتاعتنا الجميلة ديت. انا معايا كده طماطم هنقطعها قطع. انا مش هضرب في خلاط ولا هعمل في كبة، كله على ايديا. انا حابة ان انا يبقى عندي خلطة كتير عشان تزود معايا الاكل بتاعي. هعمل ايه؟ معايا طماطم متقطعة، معايا طبعا بصل متقطع بنفس الطريقة، ومعايا طبعا البهارات بتاعتي. وطبعا هنا الفلفل الحامي بتاعنا انا ما بستغناش عن الفلفل الحراق، ممكن انت تستغنى عنه وتحطي فلفل اخضر بارد، بس لازم تحطي فلفل اخضر بيدي طعم حلو قوي للاكل. معايا ليمونه. الليمونه ديت ما تعملش اي حاجه، بتمنع اي زفاره، بتخلي الاكل بتاعك طعمه جميل. وهنا طبعا الفرخه بتاعتك بتمسكيها، بتقطعي الورك على 2 والورك التاني على 2، يبقى كده 4. والصدر على 2 والصدر على 2، يبقى كده كام؟ احنا كده قطعنا الفرخة على 8. يبقى احنا عندنا 8 قطع من الفراخ من الفرخة الواحدة عملت 8 قطع. لو عندك 8 أفراد هتأكلي 8 أفراد زي ما انت شايفة كده. دول معايا انا فصين توم بيديها طعم جميل ونكهة جميلة قوي. همسكهم كده اقطعهم كده برضو بشكل عشوائي زي البصل والطماطم والفلفل. الفراخ بتاعتك طبعا بتزودي، كل ما تزودي الخلطة بتاعتك مع الفراخ طبعا والله بجد بتشرفك. هنا زي ما انتوا شايفين كده هبتدي احط بقى البهارات بتاعتي. انا قلت لكم الفرخة قطعتها على 8، الصدر على 4 والوراك على 4. الصدر بطوله كده مسكته قطعته على 2، والصدر التاني على 2، والورك الدبوس لوحده، والحتة اللي هي الصفحة او الحتة المبططة دي لوحدها. يبقى كده عملت معايا 8 قطع. يبقى هنا البهارات بتاعتي فلفل اسمر والسبع بهارات. السبع بهارات بتدي طعم جميل قوي للفراخ بتاعتك اللي هي في الصينية، ورشة من الكركم بيديها لون جميل وطعم جميل برضو. يبقى كده رشة من الكركم، ومعايا هنا 7 بهارات، وعندي هنا تشكيلة بهارات برضو، والفلفل الاسمر بتاعي والملح. وهنبتدي بقى نقلب كل التوابل بتاعتي. هدعكها الاول كده في الطماطم والبصل، عشان خاطر البصلة بتاعتي كل ما تدعكيها في الفلفل الاسمر والملح وتنزل العصارة بتاعتها بتدي طعم جميل قوي للفراخ وبيبقى طعمها جميل. هقلب كده بنفس الطريقة كل الخلطة بتاعتي. بص انا عاملة خلطة قد ايه مع الفرخة بتاعتي اللي انا عملتها 8 قطع. كده انت عملتي وجبة غدا ان شاء الله هتكفي 8 افراد. طبعا احنا عشان في الغلا اللي احنا فيه فالناس بتاكل، احنا بناكل كل يوم، يعني احنا الاكل موجود على طول. فانت كده بتشرفي نفسك قدام ضيوفك ومع اولادك. يعني انت ممكن ان انتوا لو 8 افراد حد جالك بيبقى موجود عندك. ممكن تعملي وتسيبي الباقي لتاني يوم حد جالك تبقى عندك اكلك. زي ما انتوا شايفين كده انا الخلطة بتاعتي بصوا بسم الله ما شاء الله كتير ازاي. قسمت نصها وفردت النص التاني كده في قاع الصينية بتاعتي. وهبتدي بقى كده انزل بالفراخ بتاعتي. زي ما انتوا شايفين الفراخ بتاعتي مغسولة كويس ومنقوعة في مية وخل وملح، وشطفتها كويس. وبعد كده هنزل بقى. بصوا دي الحتة اللي في الصدر، ودي الورك اللي من غير الدبوسة. انا حبيت اوريكم بس متقطعة ازاي. وطبعا عندك الرقبة، عندك الاجنحة، الحاجات دي كلها جميلة وبتتاكل. طبعا حبيت ان انا ازود الوجبة بتاعتي. حطيت بطاطستين، ممكن تستغنى عن البطاطس خالص وتحطي الفراخ بس انا حبيت ان يبقى عندي طبقين خضار كده هيزودوا معايا السفرة بتاعتي. عندك كوسة ممكن تحطي، عندك في التلاجة كوسة وجزر وبسلة وكده، ممكن تحطي كل التشكيلة ديت تحطي الفراخ عليها.
انا كده معايا البطاطس، قلت اعمل طبقين كده بطاطس يبقوا جنبي خضار. وطبعا هنا قلبتهم في البطاطس في الخلطة بتاعتي، ونزلت بقى بالفراخ. بصوا كده لو هتعدوا معايا هتلاقوا كام حتة. بصوا بسم الله ما شاء الله، ادي كده كام قطعة، 1 2 3 8 قطع بالرقبة، بالجناح، بالجناحين، بالكبدة، بالقنصة. عملت معانا وجبة ما شاء الله. بصوا الصينية قد ايه. هبدأ بقى ارص كل الفراخ بتاعتي كده وانزل عليها بقى بالخلطة الجميلة دي. هنزل بالخلطة بتاعتي، اشرب بقى الفراخ بتاعتي كل الخلطة الجميلة دي. اهو بصوا انا هقلبها كلها كده، تاخد وتدي مع نفسها. اهو ممكن بقى نعمل الحركة دي ونحطها في التلاجة. ممكن نسويها على طول، لو انت مستعجلة تسويها على طول. كل الفراخ ما تقعد في التتبيلة بيبقى طعمها حلو. فانا طبعا هنا زي ما انتوا شايفين كده، طبعا انت لما يبقى عندك ضيوف مش هتسيبي الحاجة شوية، هتشتغلي فيها على طول. انا كده زي ما انتوا شايفين هبتدي بقى احط بقى بق مية صغير كده في الجنب بتاع الصينية من على جنب كده، وابتدي اولع عليها فرن، اولع عليها البوتاجاز من فوق الاول، وبعد كده هولع عليها فرن البوتاجاز. انا هحطها كده وابتدي اغطيها واسيبها بقى تستوي مع نفسها. هنخش بقى على الرز بتاعنا. انا معايا هنا الرز بتاعي، انا بحب اعمل الرز المبهر ده بالبصلة. في ناس بتحط السمنة وتحط البهارات وتشتغل على كده. انا بحب اجيب بصلة كده متوسطة وانزل عليها بمعلقة السمنة وشوية الزيت، عشان الزيت بيدي للرز لمعة كده وبيخليه ايه، مفرفر معاكي. حطيت هنا معلقة السمنة وشوية الزيت ونزلت بالبصلاية. زي ما قلت لكم لو عايزة تستغني على البصلة ماشي، بس انا بحب البصلة في الرز المبهر. هنزل بقى اول كده البصلة بتاعتي ما تدبل، هنزل عليها بالبهار بتاعي. البهار بتاعي بيبقى من كل حاجة على حسب الكمية اللي انت حطاها، على يعني ما الكمية اللي انت هتعمليها في الرز بتحطي بقى البهار بتاعك. انا عندي هنا الليمو، وعندي القرفة. بس القرفة عندي بهارات، وعندي قرنفل، عودين قرنفل، وكركم وكاري وبهارات لحمة او ال7 بهارات، والمرقة بتاعتي، والورق اللوري. كل ده بنزل عليه على البصلة بتاعتي كده. يا دوبك اول ما الريحة بتاعت التوابل بتاعتك بتطلع بتبتدي تنزلي بالرز بتاعك. طبعا انا عاملاه برز مصري، انتي لو عندك رز بسمتي حطي برضو. الرز بتاعك بيكون مغسول ومحطوط في المصفى متصفي. وهنزل بقى كده، اهم حاجة يكون متصفي. وطبعا اول بهاراتي وريحتها ما تطلع هبتدي بقى كده اقلب الرز بتاعي، واخد وايه اشربه بقى من كل البهارات بتاعتي الجميلة دي. طبعا انا حطيت الكركم، ولو الرز بتاعك بيعوز كركم تاني بتحطيله. انا حاطه طبعا كركم وكاري فبيدوا معاكي اللون الجميل ده. ممكن تحطي رشه من الشطه الشطه مع الكركم. بتلاقيه يديكي على الرز بتاعك على ايه، على حمار شويه، بيبقى اكن عليه زعفران. وحطيت الملح بتاعي، قلبت كويس. انا بحب اغلف الرز بتاعي بالماده الدهنيه. لما تيجي تسلقيه ما يعجنش منك. الرز ان كان ابيض بشعرية زي ما انا عملته كده مبهر، بشربه كويس. طبعا حطيت المية بتاعتي وظبطت مية الرز، اسيبه يتشرب بقى. وهنا الفراخ بتاعتي بسم الله ما شاء الله خلاص كده استوت من على البوتاجاز. هبتدي اخد بقى من المادة الدهنية. طبعا انا ما حطيتش زيت خالص على الفراخ. الفراخ استوت بالمادة الدهنية اللي نزلت منها كده، احنا وفرنا زيت برضو. والمادة الدهنية اللي نزلت من الفراخ هناخدها كده وندهن بيها الفراخ بتاعتنا من على الوش بمعلقة الصلصة اللي بتطلع من الفراخ. وهنحطها في فرن البوتاجاز. هحطها في فرن البوتاجاز بقى كده. الرز بتاعي خلاص اتشرب كده معايا. ومعايا طبعا اهو بصوا ما شاء الله فاضل له شوية صغيرين. هنكون بقى حاطين الفراخ بتاعتنا في فرن البوتاجاز. ولعت لها الشوايه، بس انا ما حطيتهاش من تحت، انا سويتها من فوق. ولعت لها الشوايه زي ما انتم شايفين كده. بصوا بسم الله ما شاء الله. والرز بتاعي استوى. ويا رب يعجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والوصفة بتاعتنا اقتصاد.